هي المرة الثالثة اللي الولايات المتحدة الأمريكية بتخون الشعب الكردي. المرة الأولى كانت عام 1975 بعهد الرئيس نيكسون، اللي كان بيدعم القوات البشمركة بزعامة وقيادة الزعيم الكردي الخالد الملا مصطفى البرزاني. وحينها كان وزير الخارجية هنري كيسنجر اللي تحالف أو عمل صفقة مع تركيا والنظام الإيراني في باتفاقية الجزائر، وتخلت عن الحلفاء الكرد. وبالتالي كانت الخيانة الأولى لأمريكا بحق الشعب الكردي. وبالرغم من الانتقادات الداخلية الأمريكية لهنري كيسنجر حينذاك، دافع كيسنجر عن نفسه حينذاك أنها ممارسة للواقعية السياسية لأجل المصالح الجيوسياسية لأمريكا. وأضاف أنه السياسة الأمريكية ما بتقوم على الأخلاق والمثل العليا. وهون أنه صار الكثير من حول العالم يتهمون الولايات أو يصفون الولايات المتحدة الأمريكية أنها حليف غير موثوق به، وأنها تستخدم حلفائها أو شركائها لمصالح جيوسياسية آنية ثم تتخلى عنهم. وهذا فيه تناقض أيضا للقيم الأمريكية اللي قامت عليها أمريكا ومبادئ ويلسون الاثني عشر، اللي هي تستند على الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومبادئ حقوق الإنسان والحريات ونشر الديمقراطية في العالم. المرة الثانية اللي خانت أمريكا الكرد كانت في سوريا بأكتوبر 2019، لما ترامب كان رئيس حينذاك أيضا، وأمر بسحب القوات من شمال شرق سوريا بعد مكالمة أردوغان له. وقدرة أردوغان مثل الشيطان طبعا أنه يقنع ترامب بالانسحاب ويحصل على ضوء أخضر لغزو المناطق الكردية. وبالفعل قام أردوغان بعملية العدوان واحتل فيها سريكا هنية رأس العين وغريسبي تل أبيض، وما زالتا محتلتين من قبل أردوغان وعصاباته الإرهابية السورية، حيث يرتكبون منذ عام 2019 وحتى اللحظة في عفرين وفي تلك المناطق الكردية المحتلة جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الكردي المقهور. طبعا المرة الثالثة وحين ذاك تدخل لينسي جراهام عند ترامب بالبيت الأبيض ووصف ما فعله ترامب بالكارثة، وقدر يقنع ترامب أنه ما فعله يعتبر عملا مشينا وغير أخلاقيا. طبعا ترامب آنذاك بعث رسالة لأردوغان هدده فيها حينذاك بعقوبات اقتصادية على تركيا إذا ما تمادى وارتكب أعمال عدوانية بحق القوات الكردية وبحق الشعب الكردي، ووصفه بالأحمق طبعا. بالرغم أنه ترامب كان متناقضا مع نفسه ومع تصريحاته، لأنه هو سمح لأردوغان بهذا الشيء أنه يغزو المناطق الكردية ويحتلها. وبعد اجتماعه مع لينسي جراهام حينذاك رجع بعد 600 مقاتل أمريكي من الوحدات الخاصة إلى شمال شرق سوريا ليصلح موقفه أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي. اليوم بنشوف ترامب وسفيره إلى أنقرة توم باراك يخونون للمرة الثانية الحلفاء الكرد والشعب الكردي والقوات الكردية، أقصد قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد اتفاقية باريس. طبعا في كتير عالم ربطوا أنه صار صفقة بباريس بين أردوغان وإسرائيل وأمريكا، أنه الأكراد أو الكرد الشعب الكردي لازم يكون هو الضحية أو وقود لهاي الصفقة. طبعا أنا بتصوري ما صار أي توافقات أو صفقة بين تل أبيب وأنقرة بهذا الشيء، لأنه العلاقة المتوترة الصدامية بين تل أبيب وأنقرة لأجل المصالح الجيوسياسية والأمنية في سوريا، ورفض إسرائيل بالمطلق أي وجود تركي بسوريا سواء بشكل عسكري أو بشكل آخر، أو الاقتراب من حدودها. أيضا موضوع
المشاكل اللي بيناتهم بما يخص دعم تركيا لحماس ومحاولات تركيا فرض نفسها ب موضوع إعادة أعمار غزة. نتنياهو بيرفض، وهذا الشيء بيعكس أنه ما صار توافق أو لقاءات بين الإسرائيليين والأتراك بخصوص سوريا وبخصوص صفقة باريس. اللي صار أنه الجولاني وعناصره الشيباني وغيره قدموا تنازلات لإسرائيل بالجنوب جبل الشيخ، وأنه يفتحوا وافقوا أنه يفتحوا مكتب اتصالات لإسرائيل داخل دمشق. المهم ياخذوا شرعية وحماية من حكومة نتنياهو ومن دونالد ترامب في المستقبل ليعملوا دولة سنية مركزية إسلامية بتكون تحت الهيمنة التركية، وبتكون أيضا تحت الحماية الأمريكية الإسرائيلية وبدعم من أموال السعودية وقطر. اللي صار إنه تركيا ما قدرت تفرض اللي بده إياها بخصوص مصالح إسرائيل بسوريا، وما قدرت تمنع الشيباني يقدم تنازلات لإسرائيل، وهذا الشيء أزعج أردوغان. وشفنا كيف إنه بعد ساعات صار أمر أردوغان ميليشيات الجيش الوطني السوري وأحمد الشرع بالهجوم على حلب على الكرد المدنيين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وصمتت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا أيضا عن هذا الشيء. طبعا أنا بتصوري أنه هن صمتوا ليعملوا توازن بين مصالح إسرائيل ومصالح تركيا بالمنطقة وبسوريا. وشفنا أنه باليوم الرابع يعني بعد أيام من الهجوم كيف أنه توماس باراك دعا إلى العودة إلى اتفاق 10 من آذار والمفاوضات، وكان واضح أنه لا، أردوغان قرر يكمل باتجاه شمال شرق سوريا. وبالفعل شفنا أنه تقدموا، ما شفنا تحرك أمريكي دبلوماسي يهدد تركيا بالتوقف أو يهدد الشرع، وأيضا ما شفنا أي تدخل من القوات الأمريكية الموجودة هناك. وهذا بيعكس أنه كان الصورة اللي بتاخدها أمريكا مشان ما تتحمل مسؤولية الانتقادات وما تفضح حالها، إنه حاولوا تصير عملية إنهاء قسد عبر الهجوم العسكري من قبل الجولاني وعصاباته، وإنه لا يخبروا الرأي العام الأمريكي والكونغرس إنه هي كان عبارة عن حرب وقسد دافعت عن حالها ورفضت اتفاقية 10 من آذار وإنه سقطت عسكريا. طبعا توماس باراك النصاب الفاسد اللي عراب الصفقات مع دول الخليج اللي بياخد ملايين الدولارات لقاء السمسرة، ذهب إلى أربيل واجتمع بالزعيم مسعود البرزاني ومع قيادة قسد والمجلس الوطني الكردي. وأنا بتصوري وقتها أبلغ القيادات الكردية، توماس باراك أبلغهم أنه الرئيس دونالد ترامب بده الاندماج الكامل، وأنه دونالد ترامب بيفضل مصالح تركيا على الكرد، وأنه انتهى دور قسد. وكان واضح علامات الخيبة والحزن والدهشة لدى القيادات الكردية اللي كانت بالاجتماع. وبنفس الوقت لما كان في اجتماع، الغزو أو الهجوم البربري اللي بتقوم فيه سلطات دمشق الانتقالية مع فصائل تابعة لتركيا باتجاه رقة ودير الزور ما توقفت، بالرغم أنه صار وقف إطلاق النار لكنها استمرت. هذا الشيء كان واضح أنه أمريكا تخون حلفائها وشركائها الكرد بكل وقاحة. والدليل على ذلك أنه ردات الفعل من السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، نزل عدة بوستات وعبر أنه الكونغرس ما بيعرف، وأنه اللي صار هو عبارة عن مفاجأة، واندهشوا مثل ما ترامب لما هجم على فنزويلا وخطف مادورو. الكونغرس مثلنا نحن بأمريكا عرفنا من الصحافة، الكونغرس كمان صرح أنه ما عرفوا فيها إلا لما أنه صار مادورو بنيويورك. لينسي جراهام بآخر تغريدة له اليوم بيقول
بالحرف الواحد: لا يمكن توحيد سوريا باستخدام القوى العسكرية كما يحاول زعيم الحكومة السورية أحمد الشرع فعله. إن هذه الخطوة التي اتخذتها قوات الحكومة السورية ضد أعضاء قوات سوريا الديمقراطية محفوفة بالمخاطر. أتوقع أن يرغب الكونغرس في عقد جلسات استماع وجلسات إحاطة في أقرب وقت ممكن، وأعتقد أن هذا سيكون مناسبا. أخيرا، كانت قوات سوريا الديمقراطية هي القوى الميدانية التي ساهمت في القضاء على تنظيم داعش خلال ولاية الرئيس ترامب الأولى. أعتقد أننا مدينون لهم بمعاملة أفضل. طبعا يعني الأمريكا دولة البيروقراطية. شو رح يصير؟ لينسي جراهام رح يطلب بمجلس الشيوخ جلسة استماع وتحقيق عن ملابسات تفاصيل اللي صار وخيانة ترامب وتوماس باراك للشعب الكردي ولقسد. طبعا رح يستدعوا توماس باراك للتحقيق، وممكن يستدعوا ضباط كبار من الأركان من وزارة الدفاع أو وزارة الحرب الأمريكية، وأيضا ممكن يطلبوا شهادة وزير الخارجية ماركو روبيو ليفهموا شو صار، لأنه الكونغرس الأمريكي ما بيقبل أول شيء أنه أمريكا تتعامل بهاي الطريقة وتتخلى عن حلفاء الأكراد، وبتسمح لجهاديين تنظيم القاعدة وجبهة النصرة أنه يغزوا بشكل بربري وحشي المناطق الكردية، بيوصلوا لحدود مدينة الشدادي وبيهجموا على سجون داعش وبيطلقوا سراح الدواعش اللي هن زملاء ورفاقهم بالحرب والجهاد. وأيضا كيف قاموا بجرائم ضد الإنسانية بحق قوات سوريا الديمقراطية والمدنيين الكرد من قطع الرؤوس والنحر والذبح وقلع عيون المشايخ ونهب بيوت الأكراد الكرد وممتلكاتهم، وأيضا مع ماكينة إعلامية عربية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة ملفقة أن قوات سوريا الديمقراطية هي من تطلق سراح الدواعش. طبعا في فيديوهات كلها نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى تويتر بتوضح الحقيقة. طبعا الغريب كان أنه موقف إسرائيل صمتت. كان بإمكان إسرائيل، لأنه هي مش مصلحة إسرائيل شمال شرق سوريا والحدود العراقية بتصير بإيد الجهاديين وبإيد تركيا، خاصة أن تركيا هي حليفة مع إيران وبترفض إسقاط النظام الإيراني، وأيضا حليفة مع روسيا بالرغم من أنها عضو في حلف الناتو. ومستقبلا الدواعش رح ينتشروا والإسلام السياسي الراديكالي بقيادة أردوغان رح ينتشروا بسوريا، ومصلحة أمريكا بتصير خارج سوريا، ورح يشكل خطر أيضا على حلفاء أمريكا من إسرائيل ودول الخليج. طبعا اللي صار كان أيضا هاي الخيانة شارك فيها كل من المملكة العربية السعودية وقطر اللي عم تدعم أردوغان بالهيمنة على سوريا ودعم الجولاني ليحكم سوريا، لأنه مش من مصلحة السعودية وقطر وتركيا أنه النظام إيران يسقط، فعاملين الحلف أنه يعملوا تحالف سني مع باكستان طبعا حاليا وليصيروا قوة إقليمية بالمنطقة، وبيقودوا ما يسمى بالهلال السني ضمن الإسلام السياسي السني. وعم يحاولوا أيضا يجروا روسيا لهذا التحالف، أنه روسيا بتضل بسوريا لتحمي الجولاني مستقبلا فيما إذا تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم الجولاني. وكونه أنه ترامب بعد 3 سنين بيخلص ترامب وأمريكا رح ترجع لسياساتها التقليدية وما رح تقبل أبدا أنه سوريا تصير دولة إسلامية مركزية، لأنه هذا خطر على مصالح حليفها الإسرائيلي. الخيانة الأمريكية كانت واضحة تماما، ومطلوب هلأ أنه الشعب الكردي يقاوم يقاتل بيدافع عن أرضه وعن هويته وعن وجوده لبين ما المعادلات الدولية تتغير. طبعا سلطة الشرع ادعت أنه اتصل الجولاني مع ترامب. أنا عملت بحث على الانترنت ما شفت أي مصادر أمريكية ولا بموقع البيت الأبيض أنه صار اتصال. ما بعرف، أنا ما بصدق أنه مواقع تركية هي نشرت أنه كيف ترامب يطلب من الجولاني عدم دخول مدينة الحسكة وأنه ضمان حقوق الشعب الكردي. يعني بالمنطق السياسي والواقعية السياسية أنه رئيس أمريكا بده يطلب من الجولاني
إنه لا تدخل الحسكة، يعني بكل سهولة ضابط في وزارة الدفاع الأمريكية بالحسكة فينه يوقف الجولاني بس إذا رفع العلم الأمريكي هنيك أو حط كم جندي أمريكي. يعني ما بدها اتصال من الرئيس الأمريكي بيطلب منه هذا الشيء. على كل يعني الكرد لازم ينسوا هذا اللي صار. صح إنه شيء مؤلم إنه أمريكا دونالد ترامب، طبعا ما فينا نقول أمريكا، دونالد ترامب يدير ظهره لحلفائه الكرد وبيتركهم للقمة سائغة أمام جحافل داعش وإرهاب القاعدة والتنظيمات الإسلامية والإخوان المسلمين اللي كلهم هلا صاروا يحكموا دمشق مع بعض ضمن السلفية الجهادية، وأيضا بقيادة أردوغان. طبعا مستقبلا هذا رح يكون شيء سلبي على مصالح أمريكا، لأنه سوريا ما فقط للجولاني، كان بإمكان أمريكا بتساهم بديمقراطية في سوريا، بتقيم دولة ديمقراطية بسوريا والشعب الكردي ياخذ حقوقه مثل غير المكونات. ولكن اللي صار إنه ترامب أطلق يد أردوغان بسوريا، وبنفس الوقت دفع الجولاني اللي موظف عند الاستخبارات الدولية إنه يأمن مصالح إسرائيل في الجنوب وأمن إسرائيل. يعني سياسة ترامب هي إدارة الأزمة زائد استخدام الإرهابيين الإسلاميين للقضاء على الإسلاميين الإرهابيين. خلص ما في داعي للشعب الكردي إنه يضحي يقاتل داعش ويصير جندي لمكافحة الإرهاب، وبالتالي يجي دونالد ترامب وغيره يخونه بيتخلى عنه لصالح تركيا اللي هي أكبر عدو لمصالح أمريكا ولمصالح العرب ولمصالح الحلفاء في الشرق الأوسط. طبعا رح يصير نقاشات داخلية ونقد كبير من الرأي العام الأمريكي لإدارة ترامب، ولكن هذا بياخد وقت، وممكن أوروبا كمان تغير رأيها وبتحاول تصلح اللي صار. المهم كتير إنه ما بتصير حرب أهلية عربية كردية، لأنه ما حدا بده ضحايا أكتر وحروب، لأنه هذا ما في حدا رح يربح بهاي الحرب أو الهجوم أو الحرب الأهلية. المهم إنه يكون في لغة التفاهم والحوار، وبالنهاية هاي الشجاعة إنه تخرج من أزمة بأقل الخسائر. نحن الكرد خسروا حليفهم الأمريكي اللي كنا بنثق فيه مع الأسف، وخسروا أيضا حلفائهم الأوروبيين اللي عم يشاركوا ترامب بدعم الجهاد الإسلامي في سوريا. أمريكا مش بس خانت الشعب السوري، الشعب الكردي، خانت أيضا مبادئ الأمريكية والقيم الأمريكية لنشر الديمقراطية في العالم. والسوريين اللي بيدعموا الجولاني اليوم نفسهم هن خانوا ذاتهم، خانوا سوريا وخانوا الديمقراطية. يعني المفروض انك لو انت بتحترم حالك وانت وطني سوري وعندك في ذرة كرامة واخلاق، ما بتقبل يجي واحد جهادي مثل الجولاني يعطي لإسرائيل كل شيء وبيخل بسيادة سوريا لصالح أردوغان أو العكس. يعني كنتوا أنتم بتحكوا إنه السيادة والوطنية والوحدة السورية، الوحدة السورية والديمقراطية والعدالة ما بتقوم إنه حكومة إرهابية اجت على السلطة بحكم المصالح الاستخباراتية والتوافقات الإقليمية والدولية، يجي اليوم بيستعمل آية من القرآن وبيسموا حالهم الفاتحين، وإنه المحررين بتحرروا مين؟ بتحرروا المناطق الكردية من شعبها يعني، ولا بقطع رؤوس المقاتلات الكرديات، برمي المقاتلات الكرديات من البلكونات، ولا بقطع رؤوس أهل السويدة واغتصاب نساء الساحل والمجازر. هاي هي اللغة، لغة العنف. الجولاني ومؤيدينه بدهم يوحدوا سوريا بلغة العنف والقتل والمجازر والجرائم ضد الإنسانية. يعني ما بيفترقوا بشيء عن نظام بشار الأسد وأبوه، هي سياسة الحديد والنار. ومثل ما كان حافظ الأسد ابنه بيستقوا بروسيا وبإيران، هلا نفس الشيء النظام الجولاني بيستقوى بالفرصة الأمريكية والفرصة الأوروبية
وتنازلاته لإسرائيل، وأيضا بالدعم التركي اللامحدود له مقابل أنه يوصل لحكم سوريا الأبدي. شيء مخزل جدا اليوم. المهم نتمنى السلامة لشعبنا الكردي. شعبنا الكردي سيبقى بكبريائه، بشيمه، بشجاعته، وقسد ما خسرت، بالعكس قسد تعرضت لخيانة، انتهت قسد بمجرد انه وقع الجنرال مظلوم عبده على اتفاقية 10 من آذار، كان بمثابة انتحار سياسي وعسكري. انا ما كنت مقتنع بهاي الاتفاقية، وهلا الجولاني انقلب على اتفاقية 10 من آذار بدعم توماس باراك وترامب، وحاول يعمل مع الجنرال مظلوم عبده اليوم لما زار دمشق انه يتنازل عن كل شيء، وبيحل قوات سوريا الديمقراطية وعناصر قوات سوريا الديمقراطية يندمجوا كأفراد بالجيش الإرهابيين تبع الجولاني. وطبعا الجنرال مظلوم رفض هذا الشيء وقال أنا أمثل دماء الشهداء وأمثل شعبنا الكردي، وأنا أخلاقي ما رح تسمح أنه أتنازل مقابل مناصب تافهة من حكومتكم. وطبعا رفض أنه يسمح القوات البربرية للجولاني يفوتوا على الحسكة والمناطق الكردية. الله يحمي الجميع، يحمي شعبنا الكردي، وإنه العمل الجماعي والعمل السياسي رح يجيب نتيجة بالنهاية، ولأنه عملة ترامب وتوماس باراك صارت واضحة للمجتمع الدولي ولأصدقاء الشعب الكردي في كل مكان، وراية الكرد ستبقى خفاقة. وشكرا على تضحيات قوات سوريا الديمقراطية في الحرب على الإرهاب، شكرا لأنهم حموا الشعب الكردي وحموا الشعب المسيحي وحموا الشعب العربي في محافظة الحاسكة، وبئسا لخيانة العشائر العربية في رقة ودير الزور، لأنكم أنتم الدواعش وستظلون الدواعش. وشكرا.